بيان الاحتلال هو أكبر أشكال العنف ضد المرأة. تعتبر النساء والأطفال من أكثر الفئات التي تعاني ويلات متضاعفة في أوقات النزاعات المسلحة والحرب. لذلك فإن الاحتلال هو أكبر عنف ضد المرأة والأطفال. إن للعنف أشكال مختلفة لا يقتصر على الأذى الجسدي فقط، بل يتعداه كل فعل أو قول أو إيماء قد يسيء لها. في الآونة الأخيرة ازدادت الهجمات الدولة التركية الفاشية على مناطق شمال شرق سوريا من خلال استهدافها البنية التحتية لمناطقنا وتدمير مصادر الحياة فيها من أجل توجيع السكان وبالتالي تهجيرهم من أراضيهم. لذلك فإن هذه الهجمات تعتبر جرائم حرب، وكلنا نعلم بأنها تقوم باستهداف هذه المناطق نظرا بأنها أصبحت تشكل مصدر خوف لديها بسبب انطلاق ثورة الحرية بقيادة المرأة، والتي وصلت صداها إلى جميع أصقاع الأرض، وأيضا كسر إرادة المرأة المناضلة في سبيل نيل حريتها على مناطقنا. ونحن كوقف المرأة الحرة في سوريا ندين ونستنكر اعتداءات الدولة التركية على مناطقنا واستهدافنا للنساء في شخص الإخوات ميرابال، وندعو كافة النساء إلى تبني نضال عالمي موحد للوقف ضد العقليات والمؤسسات التي طورها نظام الهيمنة الذكورية. كما ندعو كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المعنية بحقوق النساء والأطفال إلى وضع حد لهذه الممارسات الغير إنسانية والغير إخلاقية، والعمل على إيجاد حل للأزمة السورية. وقف المرأة الحرة في سوريا